ليه ستيف جوبز قال لازم كل شخص يتعلم كودينج؟ ده لان الكودينج بيعلم بروبلم سولفنج ولوجيكال ثينكينج، واللي مش بس هتتعلمهم عشان خاطر تكون بروجرامر، لا ده بيفيدوك في حياتك العمليه والاكاديميه. علشان كده لازم نعلم اولادنا من سن صغير كودينج عشان يفكروا بشكل منطقي ويقدروا يتغلبوا على المشاكل اللي بتواجههم. والنهارده هنعرف 5 مواقع مجانيه هتعلم ولادنا كودينج، واللي مش لازم تكون بروجرامر او تيتشر عشان خاطر تقدر تعلمهم بيها، لا هي هتوضح لك كل حاجه بتوتوريالز واضحه وازاي تقدر تساعد اولادك عشان يتعلموا كودينج. اول موقع هيعلم ولادنا برمجه بشكل مجاني ويخليهم عباقرة هو موقع Code.org. Code.org موجود بلغات كتير جدا واللي من ضمنهم العربي، ولكن يفضل ان احنا نشتغل بيه انجلش. الموقع بيكون متقسم بالسن، يعني من اول كيندر جاردن لحد ما نوصل لجريد 12. بنختار السن بتاع ابننا وبنلاقي مناهج مختلفه على الويب سايت، زي الكمبيوتر ساينس فاندامنتالز، وفي الجيمز، وفي الويب ديفلوبمنت. في كمان ريدرز وبري ريدرز. يعني البري ريدرز هيتعلموا ببلوكس عباره عن اسهم بيشوفوها عشان خاطر يعملوا ميشن محدده، فبيتعلموا منها كودينج. الموقع كمان فيه لابس مختلفه للجيمنج والويب، يعني اولادنا يقدروا ان هم يخشوا يجربوا بعيدا عن التوتوريالز اللي موجوده جوه الويب سايت. تاني مصدر معانا هيعلم ولادنا كودينج ويخليهم عباقرة هو اور اوف كود من موقع Code.org. اور اوف كود هي عباره عن ساعه بتشرح هدف برمجي او مفهوم برمجي محدد، وبيبقى فيها العاب مختلفه زي ماينكرافت، وان هو يرسم فيتعلم حاجه معينه، فهو بيستخدم الحاجات اللي حوالينا عشان خاطر يوصل لنا المفهوم البرمجي. ثالث مصدر مجاني هيعلم ولادنا كودينج هو موقع سكراتش من MIT. سكراتش هو عباره عن بلوتس بيبدا الطفل ان هو يرصها عشان يعمل لعبه او يعمل ستوري، ومعاها توتوريالز بتوضح له خطوه بخطوه اهداف معينه ازاي يعملها، واللي من خلالها بيقدر ان هو يفكر ويبتكر ويعمل لعبه من خياله، وده طبعا بيعلي عنده مهاره الخيال. رابع مصدر مجاني هيعلم اولادنا برمجه وكمان هيخليهم عباقرة هو سكراتش جونيور. الجميل في سكراتش جونيور ان هو للبري ريدرز، يعني اولادنا من قبل ما يقدروا ان هم يقراوا هيقدروا ان هم يعملوا كودينج ويتعلموا مفاهيم برمجيه عن طريق بلوكس. البلوكس دي فيها اوامر بيديها للكمبيوتر عشان ينفذ ميشن محدده بتبقى باسهم واشكال مختلفه. كمان سكراتش جونيور الجميل فيه ان هو موجود على التابلت والايباد، يعني نقدر نلعب بيه واحنا ماسكين موبايل، مش شرط ان احنا يكون قدام جهاز كمبيوتر، وده مناسب جدا للاعمار الصغيره ومناسب لاولادنا بدل ما هم بيلعبوا بالموبايل. كمان في كتاب لسكراتش جونيور هو عباره عن توتوريال بتعلم ولادنا خطوه بخطوه ازاي يقدروا ينفذوا برامج مختلفه والعاب مختلفه، واللي من خلاله بيكون عندهم اشكال مختلفه والعاب مختلفه، منها بيعرفوا يطلعوا افكار جديده ويبتكروا العاب مختلفه. خامس مصدر مجاني ولادنا هيتعلموا منه كودينج ويبقوا عباقرة هو خان اكاديمي. خان اكاديمي هو ويب سايت عليه كورسز مختلفه، واللي من ضمنها كورسز بتعلمهم الكمبيوتر ساينس فاندامنتالز او الاساسيات لعلوم الكمبيوتر، وكورسات تانية مختلفه زي الويب ديزاين والويب ديفلوبمنت. تابعوني وشوفوا باقي الفيديوز اللي هتعرفكم مصادر مختلفه مجانيه تعلموا منها اولادكم كودينج وتخليهم عباقرة.